على جمال البط المسكوفي الار 41. اللهم بارك. بص احنا فتحنا له الباب، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هو ده البط المسكوفي الار 41 يا جماعه، اللي بيوصل اوزانه 8 و9 كيلو بفضل الله. في حد بيقول لي مسكوفي شركه الوفا او الار 41 على حسب يا باشا ما بتسميه، اهو قدام منك اللي هو بيبقى عامل ازاي. هوريكم دلوقتي الخليط بتاعه بيكون عامل ازاي. ده يا جماعه البط الخليط اللي هو الار 41. يعني ايه خليط؟ يعني مش الصافي كمان، يعني الام تكون سودانيه زي اللي جنبه دي كده، والاب يكون مسكوفي اصلي زي اللي انا وريته لكم الصغير ده. بيطلع الناتج ده يا جماعه، شايفين عامل ازاي؟ ده الخليط ما شاء الله معدي داخل في ال7 كيلو. ده الاصل بقى يا جماعه اللي بيعدي وبيشيل معاك ال9 كيلو بفضل ربنا سبحانه وتعالى. من عوامل النجاح بتاعته هنتكلم على كل حاجه. تعالوا بس نحط له الاكل ونتفرج عليه كده وهو بياكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، انا لسه صاحي من النوم النهارده تاني يوم، فلازما اي حد قبل اي كلام صلوا على النبي. تمام؟ اللي اول مرة يشوفني، انا معاكم قناة مصطفى وامل بيربوا تربية الدواجن والطيور بفضل ربنا سبحانه وتعالى. النهارده يا جماعة عملت لكم حاجة كويسة جدا، ولازما اي مربي بيربي على سطح بفضل ربنا لازما يعملها. تمام؟ تعالوا نشوف احنا عملنا ايه. لو انت بتربي على سطح ما ينفعش تسيب الفيديو ده نهائيا خالص علشان تحافظ على سطحك. تعال اتفرج كده شوف احنا عملنا ايه. اكيد انتوا شايفين الطيور كده محبوسه بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين. احنا حابسينها كده من امبارح والسطح بتاعنا فاضي. زقينا السطح كله يا جماعه بالاسمنت زي ما حضراتكم شايفين، وعملنا الحتت اللي هي فيها نقر كمان بالاسمنت برضو علشان خاطر الميه ما تقفش فيها. تمام؟ كل ده يا جماعه عملناه امبارح بالاسمنت اهو. شايفين كده واضح معاكم الاسمنت جديد زي ما انتم شايفين، علشان خاطر نحافظ على ارضيه السطح بتاعنا وما تبوش مننا. ده كله بالاسمنت اهو. تمام؟ ده لسه الطيور بتاعتنا ما طلعتش فيه. ان شاء رب العالمين هنطلع طيور دلوقتي وهنشوف طيورنا وهي بتفطر مع بعضنا كده، وهنتكلم على كم معلومه بالنسبه للبط المسكوفي الار 41، بالنسبه للفراخ البياض، بالنسبه للحمام، بالنسبه للرومي بفضل ربنا. هنتكلم على كل الطيور النهارده. تعالوا كده نشوف الطيور بتاعتنا. اول حاجه هنتكلم عليها الفراخ البياض. شوف الطيور بتاعتنا كده اول ما تطلع يا جماعه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. طبعا الطيور دي يا حبايبي اللي احنا ان شاء رب العالمين هنبدا نتكلم عليها النهارده. معاك البط، معاك الوز، معاك الفراخ البياضه اللي هي البلدي والفراخ الهجين. تمام؟ معاك الروم بسم الله ما شاء الله. معاك 4 حاجات يا جماعه هنبدا نتكلم عليها بالنسبه لزياده انتاج البيض. اللهم بارك. احنا قلنا اول حاجه على السطح. طالما عندك على السطح استغل اليوم لو ما فيهوش شتاء واسقي السطح بتاعك بشويه اسمنت علشان خاطر السطح الخرسانه بتاعته ما يبصي، علشان احنا عارفين ان الزبل بتاع البطه والوزه والطيور حامي على العموم. تمام؟ فده هيبوش لك السطح. تاني حاجه بالنسبه للطيور دي بتاكل ايه علشان زياده انتاج البيض. دي الاوضه يا جماعه اللي هم كانوا محبوسين فيها، هي دي الاوضه اللي هم اصلا بيبيضوا فيها. اللهم بارك يا رب العالمين. بصوا بسم الله ما شاء الله، دي الاوضه اللي هم محبوسين فيها اهي، في فرخه بتبيض جوه اهي. تمام؟ هي دي الاوضه اللي هم بيبيضوا فيها بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ده العلف اللي احنا بنحط لهم بفضل ربنا سبحانه وتعالى زي ما حضراتكم كده شايفين. ده علف تركيز 18%. شايفين كده؟ معلش عذرا مع التصوير لان انا يا جماعه بصور لوحدي. تمام؟ وبحط لكم العلف لوحدي. بسم الله ما شاء الله اهو. اللهم بارك، اللهم بارك يا رب العالمين. العلف ال 18% ده يا جماعه علف مفيد جدا بالنسبه للحاجتين، لو انت بتسمن ولو انت بتاكل للبيض، فهو حلو للاثنين. تمام؟ يعني مش حلو مفردا لحاجه واحده، لا ده ممتاز جدا بالنسبه للتسمين وبالنسبه للبياض. ده العلف يا جماعه اللي انا كمان باكل منه الحمام زي ما انت شايف كده. بدا الحمام ينزل معانا وبدا يقف يترصص اهو. اللهم بارك. فما فيهوش اي ضرر خالص بسم الله ما شاء الله. بالنسبه لو عندك فراخ بياضه وعامل مشروع فراخ بياضه، فانت لازم توكل يا باشا العلف ده علشان تحافظ على طيورك وعلشان يحطوا لك زياده انتاج بيض. غير كده يا باشا لو وكلت علف غير ال 18% او وكلت علف غير البياضه على العموم، هيبدا فراخك تبدا تكيس دهون، وهتبدا من هنا تقل في البيض وهتبدا تشتكي، وهتبدا انت اللي هتتعب وهتزعل معاهم وهتقول يا ريتني كنت وكلتهم علف. لكن بالنسبه للعلف ال 18% ده اتفرج على طيورك وانتاج البيض وبسم الله ما شاء الله احلى مشروع واحلى رزق. طب تيجي نتكلم على مشروع التسمين.
يلا بينا نتفرج على طيور التسمين. طيور التسمين اللي معانا يا جماعه، معانا صفقه ديوك بسم الله ما شاء الله. لو هتبدا تعمل اهو، اللهم بارك. معلش عذرا قلت لكم عشان انا بصور لوحده والله. تمام. الديوك دي يا جماعه بسم الله ما شاء الله احلى مشروع للتسمين. في خلال 90 يوم بفضل ربنا سبحانه وتعالى تبدا تبيع الديوك البلدي ديت باحلى فلوس وباحلى اسعار. وسبحان الله البورصه بتاعت الديوك البلدي غير الديوك البيضه خالص. الديوك البلدي ما بتنزلش يا جماعه، سبحان الله البورصه بتاعتها ثابته فقط لا غير ان هي في الطالع مش في النازل. بسم الله ما شاء الله. فانت هتربي مشروع هيكون معاك مربح 100%. وان شاء الله انتظروا معانا اقوى خلطه تسمين بعملها لكم ان شاء رب العالمين. خلطه هتدمر الدنيا، خلطه جميله جدا واقتصاديه، وبالنسبه للتسمين هتبقى جامده جدا وهتزيد معاك في اليوم من شاء رب العالمين 150 جرام زياده لكل دي. يعني ان شاء الله خلطه هتكون جامده جدا. دي شويه ديوك تانية كده يا جماعه برضو، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. شايفين طبعا دول انا برضو بفضلهم الاكل اهو. يبقى معانا الديوك فوق اللهم بارك، ومعانا الديوك تحت. الديوك اللي تحت دي يا جماعه هي الديوك اللي فوق نفس الاعمار، يعني دول نفس الاعمار بتوع دول. تمام. علشان بس ايه نبقوا متفقين مع بعض، نبقوا مصورين الفيديو كده متضح لكم ده نفس الاعمار بتاع الديوك دي. بس انا حاطط دول فوق ودول تحت ليه؟ علشان ما يفترسوش في بعض وعلشان ما يعضوش في بعض. الوسع حلو للديوك بالذات. يعني لو هتعمل صفقه ديوك وهتربيها كمشروع حاول تديلهم مكان واسع. شايفين عندهم المكان ما شاء الله واسع اهو فوق وتحت، اللهم بارك. شايفين اللهم بارك. ده طبعا من عوامل النجاح بالنسبه للديوك لو هتعمل كمشروع. طب تعالى لو هنعمل مشروع بالنسبه للفراخ البياضه. بالنسبه للفراخ البياضه يا جماعه دي برابر. تمام. علشان بس ايه ديت غير الديوك اللي احنا لسه شايفينها مع بعضنا. دي برابر بتاكل برضو بفضل ربنا سبحانه وتعالى من نفس الخلطه. يعني احنا دلوقتي حاطين لهم الخلطه يا جماعه معانا ذره شيشه على علف تسمين 21%. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. فانت لو هتعمل بقى كمشروع الفراخ البياضه ده يا حبايبي يبقى بفضل ربنا سبحانه وتعالى ده هتصبر عليه من 4 ل 5 شهور ان شاء رب العالمين عشان يبيض. طيب الاربع 5 شهور دول لما انا اجيبهم يا مصطفى واجيب الفراخ هل هو هيعوضني؟ ما انا هقعد اوكلهم كتير ومش هكسب. طب ما انا اجيبهم عمر 100 يوم اللي هم يبيضوا على طول. ما انصحكش. ليه بقى ما انصحكش؟ علشان زي ما قلت لك في الفيديوهات اللي قبل كده، لو اول مره تتابعني اتفرج على الفيديو ده. ما انصحكش عشان لو جبتهم عمر 100 يوم هتلاقيهم واكلين ذره شيشه بس كده زي ما انتم شايفين على علف. تمام. طيب انا بوكلهم ذره شيشه ليه دلوقتي؟ علشان هم دلوقتي لسه صغيرين فانا عايز اسمنهم ولسه اعمل لهم خلطه تسمين. لكن بعد عمر مثلا لما يجيبوا 3 شهور او عمر ما يجيبوا 90 يوم بيبداوا من هنا بتغير لهم خلطه التسمين ديت وبتبدا توكلهم خلطات بياض فقط لا غير علشان يزيدوا معانا في انتاج البيض، وعلشان لو فرخه واكله دهون تصفي الدهون بتاعها. تاجر مين بقى اللي هيوكل لك الكلام ده؟ التاجر يا باشا عايز يوكل ذره شيش عشان الفراخ بتاعته تكبر وعلشان خاطر يبيعها باعلى سعر ويرمي في السوق وخلاص. انت هتاخد الطيور من هنا هتلاقي لو واخد 10 فراخ هتلاقي 5 باضوا و5 ما باضوش، فانت كده خسرت 5. تمام. احسب فلوس ال5 فانت خسرتهم. لكن انت لو مربيهم حتى لو جبتهم عمر شهر وربيتهم عندك على السطح وربيتهم عندك في البيت بسم الله ما شاء الله انت المستفاد. مستفاد باعلى نسبه تسمين واعلى نسبه تحويل في البيت بفضل ربنا سبحانه وتعالى. تمام كده يا جماعه. فخلي بالك وحافظ على طيورك وما تكسلش. اخر معلومه تعالوا نتفرج كده على البط المسكوفي الار 41 نشوف ايه الجمال وايه الحلاوه بتاعت البط ده وهنتكلم كام معلومه مع بعض على جمال البط المسكوفي الار 41. اللهم بارك. بص احنا فتحنا له الباب بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. هو ده البط المسكوفي الار 41 يا جماعه اللي بيوصل اوزانه 8 و9 كيلو بفضل الله. في حد بيقول لي مسكوفي شركه الوفا او الار 41 على حسب يا باشا ما بتسميه اهو قدام منك اللي هو بيبقى عامل ازاي. هوريكم دلوقتي الخليط بتاعه بيكون عامل ازاي. ده يا جماعه البط الخليط اللي هو الار 41. يعني ايه خليط؟ يعني مش الصافي كمان، يعني الام تكون سودانيه زي اللي جنبه دي كده والاب يكون مسكوفي اصلي زي اللي انا وريته لكم الصغير ده. بيطلع الناتج ده يا جماعه. شايفين عامل ازاي؟ ده الخليط ما شاء الله معدي داخل في ال7 كيلو. ده الاصل بقى يا جماعه اللي بيعدي وبيشيل معاك ال9 كيلو بفضل ربنا سبحانه وتعالى.
من عوامل النجاح بتاعته هنتكلم على كل حاجه. تعالوا بس نحط له الاكل ونتفرج عليه كده وهو بياكل. احنا كده لسه حاطين له الميه اهو بيشرب، وفتحنا له الباب وشاف المكان الجديد بتاعه اللي احنا لسه عاملين له خرسانه علشان ما يبوظش ما يبوظش الخرسانه. زي ما اتفقنا ساقينا السطح بالاسمنت علشان نحافظ على السطح بتاعنا. طبعا من عوامل النجاح البط ده حبايبي ان الاوضه بتاعته تكون الارضيه بتاعتها ناشفه. يعني اسمي الله كده واخش تكون الارضيه بتاعتها، شايفين الاوضه ناشفه ما تكونش مبلوله جامد. يلا بينا نحط العلف بتاع البط بسم الله ونتفرج كده على البط بتاعنا. طبعا انا حطيت في الجنبين اهو بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا البط بيجي لسه من بره لان هو بيشرب، بيجي يخش ياكل ويطلع يشرب يطلع يشرب تاني. طيب ده من عوامل نجاح البط، الاوضه بتاعته تكون ناشفه علشان ما ياثرش على رجله، علشان ما ياثرش على الجهاز التنفسي يجيب له برد. الجهاز التنفسي اللي هو يا جماعه اللي بيجيب له برد وشخوره، وده مع العين ان تلاقي عين الطير بتاعك وارم والرجل بتاعته تكون مكسحه الله اكبر بعيد عننا. فالحاجات دي كلها يا جماعه ده من عوامل النجاح ان الارضيه تكون ناشفه وما تكونش رطبه جامد تحت منهم. تفرش لهم تبني، تفرش لهم نشاره على حسب مجهودك، على حسب استطلاعك، على حسب ما بتجيب، وتبدا تحط لهم الاكل في مكان والميه يكون في مكان تاني خالص. ليه؟ لان هم لو بلوا الميه بره مش هيأثر عليهم جوه في اي حاجه. تمام بسم الله ما شاء الله. دي كلت اهي، اتفرج كده هتلاقي البط ياكل ويطلع يطلع يشرب. تلاقي البط ياكل ويطلع يشرب كده، مش هيأثر مع البط بتاعك في اي حاجه، هيبدا يشيل معاك اوزان بسرعه في اسرع وقت. بسم الله ما شاء الله هتحافظ على الطير بتاعك، هتخلي الطير بتاعك حديد الحديد. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا حبايبي. اللهم بارك يا رب العالمين. شفنا البط المسكوفي، شفنا الفراخ الديوك، شفنا الفراخ اللي هي البياضه بسم الله ما شاء الله شفنا طيورنا اللي على السطح اللهم بارك شايفين، شفنا الحمام اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون خفيف على قلبكم وعند حسن ظنكم. صباحكم عسل مليان بالخير. اعملوا لنا بقى لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.